ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض حلو ليالي لبنان بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله هتعجبكم قوي. هقول بقى بسم الله وهبدأ معاكم الوصفه. واول حاجه هنبدأ نعملها في الحلو بتاعنا هي الشربات. هجيب الحله بتاعتي واحط فيها كوبايتين كبار من السكر، عليهم كوبايه وربع من الميه، وهضيف عليهم كمان عصرة نص ليمونه. هاجيب بقى المعلقة بتاعتي وهقلب بقى السكر مع المية والليمون كويس جدا لحد ما السكر بتاعي يدوب معايا. بعد كده بقى هبدأ احط الحلة بتاعتي على النار لحد ما الشربات يبدأ يغلي والشربات بتاعي يتقل معايا. بعد بقى ما الشربات بتاعي قاعد يغلي معايا تقريبا لمدة 7 دقايق، هضيف عليه بقى رشة من الفانيليا، وهقلب بقى الفانيليا مع الشربات لحد ما الفانيليا بتاعتي تدوب معايا تماما. بعد كده بقى هرفع الشربات من على النار وهسيبه يبرد على جنب. تعالوا بقى نبدأ في الحلو الأساسي بتاعنا. هيكون معايا كوباية كبيرة من السميد، والسميد بتاعي بيكون سميد ناعم مش سميد خشن. هحط بقى السميد بتاعي في الطاسة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وهضيف على السميد بتاعي نص كوباية كبيرة من السكر الناعم. هقلب بقى السكر مع السميد كويس جدا. بعد كده بقى هضيف عليهم 5 كوبايات من اللبن، واللبن بتاعي بيكون لبن ساقع مش سخن. وانا بحط كل المكونات دي على البارد، يعني لسه ما رفعتش الطاسة بتاعتي على النار. هجيب بقى المعلقة الخشب بتاعتي وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. بعد بقى ما قلبت كل المكونات بتاعتي كويس جدا، هضيف عليهم بقى معلقة صغيرة مليانة من النشا. هجيب بقى المعلقة بتاعتي وهقلب بقى النشا مع السميد واللبن والسكر كويس جدا لحد ما النشا بتاعتي تدوب تماما. بعد بقى ما اتأكدت ان النشا بتاعتي دابت تماما كده زي ما انتوا شايفين، هحط بقى الطاسة بتاعتي على النار. بعد بقى ما حطيت الطاسة بتاعتي على النار، هلاقي بقى القوام بتاعي تقل معايا كده زي ما انتوا شايفين، والسميد شرب كل اللبن اللي موجود. هجيب بقى المضرب بتاعي وهقلب الخليط بتاعي كويس جدا لحد ما اتأكد ان الخليط بتاعي مفهوش اي تكتلات، واتأكد كمان ان السميد بتاعي شرب كل اللبن اللي فيه. هسيب بقى الخليط بتاعي دقيقة على النار. بعد كده بقى هرفع الخليط بتاعي من على النار. بعد بقى ما رفعت الخليط بتاعي من على النار، هضيف عليه معلقتين كبار من مية الزهر او مية الورد. ومية الزهر او مية الورد بيدوا نكهة حلوة جدا للحلو بتاعنا، وبيكونوا اساسي في الوصفة بتاعتنا. هجيب بقى المضرب بتاعي واقلب مية الزهر مع الخليط بتاعي كويس جدا. بعد كده بقى هبدأ احط الخليط بتاعي في الصينية، ولازم تحط الخليط بتاعك في الصينية وهو سخن، علشان لو الخليط بتاعك برد وهو في الطاسة مش هتعرفي تحطيه في الصينية. والصينية اللي هحط فيها الحلو بتاعي لازم تكون مبلولة بالمية كده زي ما انتوا شايفين، علشان لما اجي اشيل الحلو من الصينية يتشال معايا بسهولة. هحط بقى الحلو بتاعي كله في الصينية كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اظبط الحلو بتاعي في الصينية بالاسباتيولا. ولو حسيتي ان الاسباتيولا بتاعتك ما بتفردش الحلو كويس في الصينية، هتبلي الاسباتيولا بتاعتك بشوية مية وتبدأي تفردي في الحلو بتاعك في الصينية، هتفرد معاك الحلو بتاعك بكل سهولة. بعد بقى ما بليت الاسباتيولا بتاعتي بالمية، شايفين بقى فردت الحلو بتاعي بسهولة ازاي؟ هحط بقى الحلو بتاعي في التلاجة لمدة نص ساعة لحد ما يبرد ويتماسك معايا. تعالوا بقى نعمل الطبقة التانية. والطبقة التانية هتكون عبارة عن كوبايتين كبار من اللبن، واللبن بتاعي لازم يكون لبن ساقع. وهضيف على اللبن الساقع بتاعي الكريمة اللباني بتاعت الحلويات، وتقريبا كانت 200 ملي. وهضيف عليهم كمان 6 معالق كبار مليانين من الكريم جانتيه. والكريم جانتيه اللي انا بستخدمه بيكون مسكر، بس ما بيكونش مسكر قوي، فهضيف عليهم 5 معالق كبار من السكر البودر. هبدأ بقى اشغل العجان بتاعي لحد ما الكريمة بتاعتي تتقل معايا. بعد بقى ما فضلت اضرب في الكريمة بتاعتي لمدة 5 دقايق، والكريمة بتاعتي تقلت معايا كده زي ما انتوا شايفين، خلاص كده الكريمة بتاعتي بقت جاهزة معايا. هطلع بقى الصينية بتاعتي من التلاجة وهبدأ بقى احط لها الطبقة التانية. هجيب بقى الاسباتيولا بتاعتي وهبدأ بقى افرد الكريمة بتاعتي بالاسباتيولا كده زي ما انتوا شايفين.
طيب لو حسيتوا ان الطبقة التانية دي مكوناتها كتير والمكونات بتاعتها مش متوفرة عندكم، ايه البديل بتاعها؟ البديل بتاعها هي علبة قشطة، علبة قشطة المعلبة اللي بتكون في السوبر ماركت، هتجيبيها وهتفرديها كده على الحلو بتاعك وهيكون برضو طعمها حلو جدا. بعد بقى ما فردت طبقة الكريمة بتاعتي في الصينية كويس جدا، هدخل بقى الصينية بتاعتي للمرة التانية في التلاجة. وانا دخلت الحلو بتاعي لتاني مرة في التلاجة علشان بس طبقة الكريمة بتاعتي تتماسك شوية. وتقريبا الحلو بتاعي قعد في التلاجة لمدة ساعة. بعد كده خرجت الحلو بتاعي من التلاجة وجبت بقى السكينة بتاعتي وبدأت اقطع الحلو بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. بعد بقى ما قطعت الحلو بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، بدأت بقى ازين الحلو بتاعي بشوية من الفول السوداني. وطبعا انتوا ممكن تزينوه بالفستق او باللوز او بالبندق براحتكم. بعد بقى ما زينت الحلو بتاعي بشوية من الفول السوداني، هبدأ بقى احط للحلو بتاعي شوية من الشربات كده زي ما انتوا شايفين. بعد بقى ما حطيت معلقة كبيرة من الشربات على الحلو، وياريت ما تزوديش شربات في الحلو علشان اصلا الحلو بتاعك فيه سكر. لازم بجد تجربوا تعملوا الحلو ده، هيعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم لو حاسين ان الطبقة التانية مكوناتها كتيرة ومش متوفرة عندكم، هتجيبوا القشطة المعلبة وتحطوها في الطبقة التانية وهتكون طعمها تحفة جدا. تعالوا بقى ادوق معاكم الحلو القمر ده. شايفين بقى الحلو بتاعي بيتقطع معايا بكل سهولة ازاي؟ بجد كان طعمه حلو جدا. ومعرفش ليه هما سموه ليالي لبنان، بس بجد ليالي لبنان كانت خطيرة. والحلو ده هيشرفك جدا في العزومات علشان سهل وحلو جدا ومش هياخد منك وقت خالص، وان شاء الله هيعجبكم قوي. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي كمان لايك وشير كمان كتير لاصحابكم. لو بتتابعوني من على اليوتيوب، لو بتتابعوني من على الفيسبوك، يا ريت تدوسوا زر المتابعة واللايك وشير كمان كتير لاصحابكم، وتكتبوا كمان انتوا بتتابعوني من فين. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.